مسلسل جعفر العمدة. المسلسل ده يا جماعة بيدور في إطار اجتماعي درامي، وبيحكي عن واحد اسمه جعفر عبد التواب خضر العمدة اللي عايش في حي السيدة زينب ومتجوز 4 ستات. اللي بيحصل في المسلسل باختصار ان ابن جعفر العمدة بيتخطف، وبيقعد فترة كبيرة من المسلسل يدور على ابنه، واللي هو معاه اصلا مشاكل كتير مع اهل مراته او واحدة من زوجاته، اللي هو بيقتل اخوها وبيرجع واحد من اخواتها التانيين بيضرب كمان عليه نار. بس جعفر العمدة ما بيموتش، فبياخد 10 سنين سجن حكم شروع في قتل. وبعد ما يطلع من السجن طبعا بتشتغل المشاكل تاني بين جعفر العمدة وبين عيلة مراته مع أحداث المسلسل الكتيرة جدا. طبعا بطولة المسلسل ده عارفين إنها بطولة الفنان محمد رمضان، وزوجاته الأربعة في المسلسل هم زينة إيمان العاصي ومنة فضالي ومي كساب. وطبعا أمه في المسلسل هي الفنانة الكبيرة هالة صدقي بالاشتراك مع الفنان منذر ريحانة وبيومي فؤاد. العمل من تأليف وإخراج محمد سامي. هيتعرض على قناة DMC الساعة 10:15 مساء، الساعة 5 صباحا، والساعة 9:45 دقيقة صباحا. وهيتعرض على DMC دراما الساعة 6:15 مساء، والساعة 1:30 صباحا، و12 مساء. ودي كانت حلقتنا عن مسلسل جعفر العمدة. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد.